السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا مستمعينا قناة جد في العرض، أهلا وسهلا بيكم. معاكم إسلام سعيد، وإن شاء الله الفيديو دوت هتكلم عن ميعاد مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المنافسة عام 2019. قبل ما ندخل في التفاصيل أتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، وأتمنى أشوف زياراتكم لموقعنا موقعكم قناة جد في العرض. زي ما احنا عارفين ان المباراة الاولى انتهت فوز النادي الاهلي على نادي فيتا كلوب بنتيجة 2-0 هنا في القاهرة. المباراة الثانية الاهلي لعب نادي الثورة الجزائري، والمباراة دي هتبقى يوم الجمعة 18/1/2018 الساعة 9 بتوقيت القاهرة، الساعة 10 بتوقيت السعودية والعراق وسوريا، الساعة 11 بتوقيت الامارات، الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباراة زي ما قلت لحضراتكم هي المباراة الثانية للنادي الاهلي، وفريق نادي الثورة ده خسر أمام نادي سيمبا بنتيجة 3-0. أما المباراة ديت هتتلعب على ملعب بشار، وهتذاع بشكل مباشر وحصري على قنوات بين سبورت HD1 أو HD2. في النهاية، ولو الفيديو عجبكم أتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، ولو ليكم توقع لنتيجة المباراة أتمنى أشوفها تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما انهي احب افكركم بترتيب المجموعة. نادي سيمبا في المركز الاول، يأتي النادي الاهلي في المركز الثاني، كل منهم رصيد 3 نقاط بس فرق الاهداف لنادي سيمبا. يأتي فيتا كلوب في المركز الثالث، والثورة الجزائري في المركز الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.